بندر المطيري، هذول رماة البندقية اللي راح يشاركون بالفردي والفريق. وأيضا في رماة المسدس راح يشارك حمد النمشان وعلي سعد المطيري وحسن الملا في رماية المسدس. وطبعا بمرافقة المدربين الدوليين معاهم، وراح أكون أنا معاهم إن شاء الله في هذه البطولة كمدير الفريق إن شاء الله. بإذن الله. كل الشكر لك، الله يعطيك الصحة والعافية، ونسعد جدا ونفتخر فيكم كرياضيين كمهتمين وداعمين لهذه الرياضة، رياضة الرماية. وتحياتي لكل الأبطال والتوفيق إن شاء الله. عودونا يرفعون علم الكويت في جميع المحافل ويحملون الذهب، والذهب ما يجيب إلا الذهب. أسأل الله يحفظك وشكرا لك، والله يعطيك الصحة والعافية. الله يبارك فيك، تسلمون أنتم على هاللقاء الجميل. نورتونا اليوم ويعطيكم العافية وفالكم الفوز إن شاء الله. طبعا كان معنا اليوم عبد الله البركات مدير منتخبات الرصاص بنادي الرماية. استمتعنا في حلقتنا اليوم عبد الله، الصراحة كانت حلقة مكثفة من ثقافات الرياضية للأمانة. ولا تنسون المباراة، نقدر نقول المباراة اللي راح تكون اليوم الساعة 6 اليوم إن شاء الله. أكيد منتظرينها تماما. ومثل ما قلنا ختام البرنامج اليوم إن شاء الله الساعة 6 راح تكون المباراة كرة الصالات، وراح تنعرض إن شاء الله على القناة الرياضية الجميلة، هذه القناة اللي عودتنا وعودتكم أنها تسلط الضوء على جميع أكيد الرياضات في دولتنا الكويت الحبيبة. احنا وصلنا لختام مشاهدينا الكرام، ما يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى كل ما تقدم في هذا الهوى اليوم والبث والحي والمباشر. ونشوفكم إن شاء الله من الأحد إلى الخميس من الساعة 1 إلى الساعة 2 الظهر.